بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده ونصر عباده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، يا أهل النصرة والنجدة لفلسطين والقدس، نحييكم في هذا المؤتمر الجامع لأشراف الأمة وعظمائها وقاماتها. نحييكم وأنتم تأتون من كل فج عميق لتحملوا سيف القدس ولتشهروا هذا السيف في وجه الأعادي. من هنا، من على أرض اسطنبول، أرض تركيا العزيزة التي كانت وما زالت محفورة في وجدان الأمة، دولة عريقة وشعبا مسلم عريق. نعم أيها الإخوة والأخوات، كم نحن نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نشارك في هذا المؤتمر من هذا الموقع المتقدم للأمة، بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. كم نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن معكم في هذا المؤتمر من قمة هرم المقاومة الباسلة الشامخة التي قاتلت وما زالت عن حمى هذه الأمة، عن ميراث النبوة، عن أرض فلسطين المباركة. وما أجمل أن ينعقد هذا المؤتمر في شهر ذكرى انطلاقة حماس، ليزيد هذه الذكرى نوراً وناراً، نوراً لهذه الأمة على طريق التحرير والعودة إلى أرض فلسطين، إلى القبلة الأولى، إلى مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوراً للمجاهدين، للقساميين، للمقاتلين، للمرابطين في ثغور الرباط على أرض فلسطين وفي ثغور الرباط في هذه الأمة. نوراً وناراً، ناراً على هذا المحتل المغتصب الذي شرد الشعب ودمر البنيان، ناراً تصليه صواريخ القسام وصواريخ المقاومة في كل مكان في كل زمان. أيها الإخوة والأخوات، 3 متغيرات في غاية الأهمية تحيط بنا على مستوى القضية والمنطقة والأمة، وأعتقد أنها حاضرة بقوة في هذا المؤتمر. وهذه المتغيرات نحن نقرأها في اتجاهات إيجابية وتطورات مهمة لصالح قضيتنا وصالح أمتنا، لأن الكثير من يستحضر المتغيرات والتطورات في اتجاهاتها السلبية، وهي قراءة واقعية لا يستطيع أحد أن يتجاوزها. ولكن نحن هنا حملة السيف والقرآن والبندقية وبنات الأمل والغد المشرق لشعبنا ولأمتنا
لنا أيضا قراءتنا للمتغيرات. أولى هذه المتغيرات، وأنا أرصدها في الشهور القليلة فقط السابقة، أولى هذه المتغيرات هي سيف القدس. هذه المعركة التي شكلت تحولاً مهماً في مجرى الصراع مع العدو الصهيوني، وخلقت مناخات ما زالت تتردد في كل الاتجاهات وفي كل المسارات. سيف القدس التي خاضها شعبنا من على أرض القدس والمسجد الأقصى، من على أرض الضفة الشماء، من على الأرض المحتلة 48، من على مواقع اللجوء والشتات في كل مخيمات الوجود، ثم التهبت جبهة عسكرية من على أرض غزة العزة، حينما نادى الناس من رحاب المسجد الأقصى واستغاثوا بعد الله بالمقاومة وبالقسام وبالقائد محمد الضيف. لبت المقاومة النداء وأشهرت السيف ودافعت عن القدس وحمت ظهور أهلنا في رحاب القدس والأقصى. معركة سيف القدس التي شلت الكيان فرضت نظام منع التجوال على تل أبيب، وصلت صواريخ المقاومة إلى كل شبر من أرض فلسطين المحتلة. سيف القدس الذي أشهرناه كشعب وبإسناد هذه الأمة وروادها لن يغمد بإذن الله إلا بتحرير كل أرض فلسطين وبتحرير القدس والأقصى. ما بعد سيف القدس ليس كما قبل سيف القدس في كل المسارات. والمتغير الثاني على مستوى الأمة هو الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد 20 عام من الاحتلال. دخلت القوات الأمريكية إلى المنطقة من بوابة أفغانستان قبل 20 عام دخولاً عسكرياً همجياً احتلالياً. ووقف الشعب الأفغاني المسلم يجاهد ويقاوم حتى دحر المحتلين عن أرض الإسلام في أفغانستان. هذا الانحصار الأمريكي من أفغانستان سيعقبه انسحابات من المنطقة وانحصارات من هذا التواجد العسكري في المنطقة، وسيضعف الحلفاء وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني. هذا المتغير لا بد أن نرصده بعيون ثاقبة وبقراءة إيجابية ارتباطا بمعركة سيف القدس ونتائج معركة سيف القدس. لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية شرطي العالم، ولم تعد القادرة على فرض هيمنتها وجبروتها على شعوب الأمة. هذه أمة حية يقظة، ربما يخبو صوتها أحيانا، ربما شمسها تتعرض للكسوف، ولكنه كسوف لا غروب. شمس الأمة لا تغرب أبدا. المتغير الثالث هو هذا المؤتمر صدقا، وأقرأه كمتغير مهم.
لأن القوى المعادية تسعى إلى هندسة المنطقة بشكل يخدم أعداء الأمة وغزو الوعي وضرب الفكر والوجدان لهذه الأمة. محاولات الاختراق السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي والفكري للمنطقة، محاولة تركيع شعوب هذه الأمة وشعوب المنطقة. اليوم هذا المؤتمر هو هندسة للمنطقة باتجاه آخر، هو سباحة عكس التيار، هي سباحة مع تيار الأصالة، مع تيار القدس والأقصى وفلسطين، مع تيار المقاومة والممانعة. هذا المؤتمر بما يشمل عليه من هذه القامات رجالا ونساء من أبناء فلسطين وأبناء الأمة العربية وأبناء الأمة الإسلامية هو يأخذنا إلى مكان آخر، مكان العزة والشرف والشراكة في مشروع تحرير القدس والأقصى. نعم أيها الإخوة والأخوات، هذه المتغيرات الثلاث في غضون هذه الأشهر القليلة هي ذات صفة تحويلية، يعني كلها تأخذنا من مرحلة إلى مرحلة ومن عهد إلى عهد، نكون نحن فيه حملة اللواء وسدنة البيت، ونحن الذين نتحكم، أقولها بوضوح، نحن الذين نتحكم في إيقاع المنطقة. نحن الذين نتحكم في هذه المسارات الاستراتيجية. فلسطين قضية أمة وقضية أحرار العالم. من هذا المنطلق فإني أستحضر مع إخواني وأخواتي الكريمات ثلاث أولويات وأختم بها. الأولوية الأولى هي أن نرفع مجدداً من شأن قدسنا وأقصانا. القدس محور الصراع، القدس مفجرة الثورات والانتفاضات على مدار 100 عام، منذ ثورة البراق وحتى الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم. هذا البطل ما بينهما الدماء مدرارة على جنبات القدس وعلى أسوارها. والقدس اليوم إخواني وأخواتي في خطر حقيقي، ستتعرضون في الجلسات الخاصة لذلك، ولكن علينا اليوم أن نضع الرؤية والخطة المتكاملة من أجل ليس فقط التصدي لمخططات العدو في القدس، بل من أجل تحرير القدس والأقصى. وأما الأولوية الثانية فهي دعم المقاومة. المقاومة، وأنا أطمئنكم، المقاومة في فلسطين الحمد لله أنها بخير، هي مستمرة في تراكم القوة وفي بناء الصرح وفي امتلاك الوسائل والقدرات. مقاومة شاهدها العالم من على أرض غزة، وشاهدها في الضفة وفي القدس وفي الداخل وفي كل مكان. المقاومة اليوم هي خيارنا الاستراتيجي، كانت وما زالت وستبقى. انتفاضة شعبية ومقاومة بكل أشكالها
بكل أنواعها. وهنا أريد أن أؤكد على أن الدعم للمقاومة إلى جانب الدعم السياسي والدعم المالي والدعم بكل الوسائل هو أننا نريد أن نضع على الطاولة تشابك وترابط الجبهات في مواجهة مع العدو لتحرير القدس والأقصى. الأمة اليوم، نعم، هذا الشعار الذي رفع دائما، الشراكة، وهي شراكة حقيقية، والأمة لم تتخلى عن فلسطين وعن القدس في كل أزمنة الصراع، لكن اليوم بحاجة ماسة إلى بناء هذه الجبهة الموحدة مع مكونات الأمة لكي نقفز ونثب وثبة واحدة على عدونا. آن الأوان أن نحسم الصراع التاريخي مع هذا العدو. الأولوية الثالثة والأخيرة إسقاط التطبيع. يجب أن يكون لدينا خطة متكاملة لإسقاط التطبيع، هذا التطبيع الذي أخذ صفة التحالفات العسكرية والأمنية للأسف الشديد مع بعض الحكومات العربية. وللأسف أن البعض هو الذي يجري وراء الكيان ليطبع معه، مش الكيان بروح له. البعض يجري وراء الكيان ويعتقد أن قوته، وجوده، شرعيته، بقاءه بالتحالف مع هذا الكيان. ونحن نقول أن التطبيع سيزيد هذه الحكومات ضعفا ولن يزيد العدو قوة. سيزيد هذه الحكومات ضعف ولن يزيد العدو قوة، لأنه شعوبنا شعوب حية، هي روادها وهي ضميرها وهي الذين يعبرون ويمثلونها تمثيلا حقيقيا، وكثير هناك الشرفاء من هذه الأمة. ولكن أيها الإخوة والأخوات، التطبيع اليوم بهذه المسارات بمحاولات أن تتسيد إسرائيل بين قوسين المنطقة عسكريا وأمنيا من باب التطبيع، هذا لا يجوز مطلقا. ويجب علينا ليس فقط أن نتصدى للتطبيع، أن نسقط التطبيع، وألا نسمح بأن يتمدد هذا الجسم السرطاني، هذه الغدة السرطانية في جسد الأمة. ولا يجوز مطلقا أن تستخدم ويستخدم الكيان الصهيوني وأن يلوح به ضد هذه الدولة أو ضد هذه الدولة. من الإخوة والأشقاء، نحن أمة واحدة، وعلينا أن نكون صفا واحدا وموحدا، ولا بد أن نسير بهذا الاتجاه من أجل أن نحقق للأجيال تطلعاتها، طموحاتها، وأن نحقق لشعبنا الفلسطيني إن شاء الله حريته وعودته واستقلاله، أقول وعودته إلى أرضه فلسطين. يا شعبنا، يا أهلنا في المنافي والشتات لأكثر من 70 عام، ستعودون إن شاء الله إلى أرضكم وإلى دياركم. لا نامت أعين الجبناء إذا أسقطنا السيف والبندقية، ولا نامت أعين الجبناء إذا أسقطنا حق العودة، ولا نامت أعين الجبناء بل شلت أيماننا إن تخلينا عن قدسنا وأقصانا. هذا عهد حماس ورجالها ونساؤها، وهذا عهد رواد هذه الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.